جايزين تشوفوا الأهرامات بمنظور مختلف. Forever is now، الأبد هو الآن. ده معرض دلوقتي موجود عند الأهرامات. يلا نسافر شوية جوا مصر. ازيكم؟ لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي عالية، وسافرت أكتر من 18 دولة وخدت أكتر من 40 منحة، وأنا هنا على القناة بقدم محتوى تعليمي ومحتوى عن السفر. أهلا بيكم على قناتي، ويلا نبدأ الفيديو. أو المرة دي يلا نبدأ الفلوج. تعالى خدكم اليوم من أوله. طبعا أنا مشواري طويل للقاهرة، فصحيت من الساعة حرفيا 7 الصبح وبس. انا انبسطت الصراحه في الطريق، لان انا كنت رايحه مع قرايبي، فكان لذيذ قوي. بس كنا بنفطر وبعد كده شربنا قهوه وعملنا كل حاجه، والطريق بجد كان لذيذ قوي. لما بشارك مع حد. في الاغلب طرقي لما بكون بسافر لوحدي او بكون في الباص او حاجه، مش يعني بحاول ان انا انام او بحاول اعمل اي حاجه، بس بحب لما اسافر مع قرايبي او اسافر مع صحابي بجد بتبقى لذيذ بكتير برضو. مش كل حاجة، عشان اغلب الحاجات بالنسبة لي بتبقى سولو ترافلينج او بسافر لوحدي او كده. بس بدأت وانا كنت بحط الميك اب. طبعا انا عندي حاجة بجد، ان انا ما بحبش اضيع وقت في البيت طالما انا مسافرة مثلا والطريق فيه اكتر من ساعة. طب ما قشطة، يعني انا هحط السان سكرين، هحط واقي الشمس، هعمل الميك اب، كل حاجة يعني في الطريق، لان انا هيبقى عندي وقت كتير. فلو عايزين ميك اب توتوريال اوعى تتكسفوا طبعا. جدادي انا جايه لكم دلوقتي. ده كرنج عادي يعني، بس بجد انا مبسوطه قوي. انا ما رحتش الاهرامات بقالي كتير قوي، والله ما فاكر اخر مره رحت امتى. المسافه مثلا كانت 4 ساعات تقريبا. فقضيناهم حرفيا ان انا كنت بسمع اغاني وقعدنا نتكلم. بجد الوقت بجد عدى بسهوله وعدى بسرعه، على عكس مثلا سفرياتي لوحدي. ساعات بجد ببقى خلاص من كتر ما المشوار بالنسبه لي بقى روتيني، عشان كده بحب اغير. وانا انبسطت جدا في الطريق. خلاص رايحين الاهرامات. تم خلاص تفعيلة وضع السائحة تورست. انا انبسطت جدا في الاكسبيشن في المعرض الصراحه، كان حلو جدا. اول مره احضره، بس دي خامس سنه ليهم، يعني ده الفيرست اديشن، فهم عملوه قبل كده 5 مرات وانا ما كنتش اعرف عنه الصراحه. بس بجد لما عرفت عنه شفته حتى على انستجرام، كان حلو قوي كل الفيديوهات اللي معموله عليه. فلو انتوا بتحبوا الفن وعايزين تشوفوا الحضاره كمان، وكمان ان هو عند الاهرامات، في كل صوره حرفيا بيبقى ورايا الاهرامات، فكان حلو قوي. وكمان الشروحات بتاعت كل ارت بيس بجد حلوه جدا. يعني في ارت جايد زي ما قلت لكم، انا كنت بروح اسالهم وهم كانوا بيجاوبوا عليا وبيشرحوا لي كل حاجه، بجد كان جميل قوي. شايفه كل واحده برنتد عليها اوكي. اليونيك نوت بتاعتها، فكل واحده بتطلع صوت مختلف عن التاني. وكمان في كي ار كودز ممكن تسكنوها بالموبايل، هتخليكوا تشوفوا كل الشروحات. وكمان في على سبوتيفاي، يعني هم حرفيا مش سايبين مجال ان انتوا ما تعرفوش اي حاجه، لا يعني جميل قوي والشروحات مفهومه. ولما تعرفوا كل فنان، يعني في فنان برازيلي جمع ابواب من القاهره وحتى ليها وشوش الناس، بجد العمل ده حلو قوي. في عمل تاني اللي هي الفنانه اللي هي عامله، انا من كتر ما هو مبدعين انا مش عارفه اشرحها ازاي بجد، بس بجد تحفه. هي عاملاها بالرياح زي ما الارت جايد كانت بتشرح، بيعمل صوت فلذيذ قوي. وفي اول مره فنانه مصريه تشارك في المعرض السنه دي. انا كان بقالي كتير جدا ما زرتش الاهرامات حرفيا، انا مش فاكره ايه اخر مره زرت الاهرامات كانت امتى، كنت صغيره جدا. فانا بجد مبسوطه قوي من التجديدات، هي فعلا كانت سهله ومنظمه. انا دخلت من البوابه العظيمه، حتى ما حجزتش التيكت اونلاين. التيكت كانت 30 للطالب و60 للمصريين. وكان في باص ساعتها ب 270، بس انا ما خدتوش عشان انا كنت حابه اشوف الاهرامات كمان نفسها. وفي كذا حد قال ان التنظيم ما كانش افضل حاجه اعتقد. فانا اصلا بحب اتمشى، فانا مش فارق معايا الصراحه ان انا اخد باص. انا في الباص. يا جماعه الاهرامات بقت لذيذه قوي، الاهرامات بقت احلى بجد. بس الصراحة هي الشمس قوية، يعني حتى في آخر 11 خدوا معاكم كاب، خدوا معاكم مية، هم عادي مش بيفتشوا حتى على الأكل أو على المية أو كده، فتمام. في حتى كافيهات هناك. بس يعني أنا كان معايا مية وكان معايا الكاب بتاعي السياحي بتاعي، وكانت الدنيا لذيذة يعني.
انا كنت عارفه ان في باراجلايدنج عند الاهرامات، بس ما كنتش اعرف، عمري ما شفته قدامي. بجد هيبقى تحفه، انا مش متخيله ان انا بجد اعمله، هيبقى جميل قوي. انا عملت باراجلايدنج، انا كنت بقول ان انا عملت باراجلايدنج، بس انا عملته بس في كيب تاون جنوب افريقيا، ما عملتوش في مصر خالص. وعند الاهرامات هيبقى تحفه بجد. الهليكوبتر حرفيا بتاخدهم، وبعد كده بينطوا بيها بالمنطاد. اكسبيرينس تحفه. انا لو عملتها في كيب تاون احنا نطينا من على جبل، فما كنتش محتاجه ان انا اتاخد بطياره، فبجد لذيذه قوي. بس الهليكوبتر دي كانت دوشه بطريقه، وكنا كل مره عند اي بيس اوف ارت يقولوا لنا ابراهيم هو عشان الهليكوبتر جاي. كل شويه كانت بتيجي حرفيا بعد ربع ساعه كل شويه. overall experience الاهرامات واكسبيرينس المعرض بجد كانت تحفه، وانبسطت جدا بجد. لو انتوا مشفتوش الاهرامات بقالكم كتير، ولو انتوا بتحبوا الاكسبيشنز وبتحبوا المعارض والفن، بجد انصحكم قوي ان انتوا تروحوا، بجد هتنبسطوا. لو معاكم اطفالكم كمان، شفت اطفال كتير. اهم حاجه بس تاخدوا كاب وتشربوا ميه، stay hydrated، وهتنبسطوا وتشوفوا حضارتنا. لو انتوا كمان من برا مصر، دي كانت حاجه لذيذه جدا، شفت سياح كتير وبجد انبسطت. بصوا الاهرامات، بصوا اللي ورايا. احنا بعد ما خلصنا قلنا نخرج شويه في الشيخ زايد، بس اللي نسيناه تقريبا ان هي يوم الجمعه. بجد احنا روحنا زي فود كورت كده هناك. ايه الزحمه دي بجد، ايه الزحمه دي. ورحنا مطعم هناك حرفيا ويتنج ليست يعني 25 شخص. هو في ايه؟ صباح الفل يا شيخ زايد في ايه؟ حرفيا. في الاخر كلنا فوام يعني، هو استنينا مثلا 40 دقيقة بس. تمام، انا مش بقول ان انا مش بستنى، بس يعني الزحمة بجد. انا نسيت فعلا ان هو يوم الجمعة والقاهرة. انا كل مرة القاهرة كل مرة بتخضني عامة، كل مرة اروح القاهرة كل شوية اتخض، اللي هو صباح الفل يعني. بس يعني كنا ناويين نخرج اكتر الصراحة، بس الدنيا كانت زحمة واستنينا كتير وبس، ورجعنا يعني تهنا شوية. بس الطريق كان لذيذ بجد، واليوم كان حلو جدا وانبسطنا. وكان يوم طويل يعني مليء بحاجات حلوة كتير الصراحة، ولفينا كذا مكان. اي ثينك ان احنا لفينا القاهرة كلها. بس الصراحة انا بحب القاهرة وبحب الف فيها، حتى لو كانت الدنيا حر قوي والدنيا شمس. يعني انا لسه راجعة من فنلندا حرفيا، فانا بالنسبه لي جسمي وعقلي بيقولوا لي هو ايه الجو ده واحنا مش في اخر 11 الشمس دي. بس انبسطت برضو. ومعرفش هو سيلانترو بيجري ورايا ولا ايه، بس واحنا مروحين وقفنا في بنزين وما لقيناش الا سيلانترو بس هناك في البنزينه اللي احنا وقفنا فيها دي. يا جماعه عادي جدا، انا بشرب قهوه الساعه 12، بس طبعا عشان انا صحيه جدا طلبتها سبانيش لاتيه، ما رضيتش اخد قهوه بيور او كده يعني. بس وجعت لي بطني برضو، محدش يعمل ده تاني. سيلانترو تاني بجد سيلانترو. بس وروحنا الساعة 2 تقريبا. بجد كان يوم لذيذ قوي وخفيف، على انها المفروض الاهرامات دي حاجة كبيرة، واللي هي المفروض يوم بقى الناس بتوع شوك، بس انا مبحسش بيه بجد. كنت مبسوطة وكنت عايزة حتى اتمشى اكتر. اكيد هروح تاني، هحب جدا اروح تاني الاهرامات واشوف ابل هول. وبجد احب كمان استكشف الاهرامات من جوه. ما تنسوش ان اخر يوم للمعرض هو يوم 6 ديسمبر، فالحقوا روحوه. لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم المحتوى اللي انا بقدمه، وقولوا في الكومنتات تحبوا تروحوا المعرض ولا لا، واشوفكم في فلوج جديد. المرات الجايه هيكون برا مصر. انا لسه كنت عامله رحله لفيت فيها حرفيا 7 مدن و4 دول مختلفه، فاحب اوريكم جدا ده في 10 ايام ازاي انا بعمل ده. فاشوفكم في فلوجز جديده برا مصر. يومكم جميل.